مناورة الجنرال. أسرار فشل الجنرال أفقير. أسرار لأول مرة تكتشف من طرف المخابرات الأمريكية. شي مرات تاريخ كيخبي قصص أغرب من الخيال، والقصة ديالنا اليوم واحدة منهم. حكاية ديال الخيانة والمؤامرة بقات مدفونة عشرات سنين في ملفات حكومية سرية حتى شافت الضوء. هذا هو السؤال الأساسي في القصة ديالنا. حركة غريبة بزاف واستراتيجية كتبان ما منطقياش قاع، ولكن موراها سر كبير. خليونا نكتشفوه مجموعين. البطل دي القصة ديالنا هو الجنرال المغربي محمد أفقير، والوقت هو عام 1972، في واحد الوقت اللي كانت فيه المفاوضات على الحدود بين المغرب والجزائر متوترة بزاف. الجنرال أفقير كان شخصية عسكرية قوية ومعروفة، فكان طبيعي بزاف إنه يقود محادثات حساسة بحال هادي. كل شي كان متوقع باللي غيكون مفاوض قاصح وحازم، ولكن داك الشي اللي وقع كان هو العكس تماما. وهاد الهضرة الغريبة هي اللي بدات كثير الشكوك. يعني في مفاوضات دولية معقدة بحال هادي، على الجنرال معروف بالقوة ديالو يقدم تنازلات بهاد السهولة؟ كان باين باللي كاينة شي حاجة كتطرا في الكواليس. بطبيعة الحال هالتصرف الغريب حتى واحد مغفل عليه. على بعد آلاف الأميال في واشنطن، المحللين كانوا كيجمعوا التقارير ولاحظوا باللي كاين واحد النمط مقلق بدا كيبان. هاد الشكوك هي اللي كانت أول خيط في ذاك اللغز الكبير. الأساس ديال التحليل ديالنا اليوم جاي نيشان من وثائق تحيدت عليها السرية. يعني هذه ماشي غير تخمينات، هذه معلومات جمعوها محللين ديال الاستخبارات في نفس الوقت اللي كانت الأحداث كترة فيه. وهذا الشيء كيعطينا فرصة نادرة نشوفوا هما فاش كانوا كيفكروا ديك الساعة، وهنا كنشوفوا مدى الدقة ديال المعلومات اللي كنهضروا عليها. هاد الشكوك نقدروا نرجعوها لملفات استخباراتية محددة، بحال هاد الملف هذا من CIA. الموضوع ماشي غير تخمين تاريخي، هذا دليل ملموس كان كيتحلل لحظة بلحظة. بالنسبة للمحللين الأمريكان، الصورة بدات كتكون طريف بطريف. اتصالات سرية، رحلة غامضة، طلب ديال سلاح غريب، وزيادة مفاجئة في المراسلات. كل معلومة بوحدها تقدر تكون عادية، ولكن فاش كان جمعوهم مع بعضياتهم كانت كترسم صورة ديال شي مؤامرة قربت توقع. من بين كاع هاد الإشارات المقلقة كان واحد الدليل هو اللي باين كتر، وهو اللي دار قلق كبير في واشنطن. طلب ديال سلاح سري، طلب ما كانت عنده حتى علاقة بالاحتياجات الرسمية ديال المغرب في ذاك الوقت. وهنا التناقض كيبان بوضوح كبير. في الوقت اللي المساعدة العسكرية الأمريكية الرسمية للمغرب كانت غير دعم عادي ومعروف، الطلب السري ديال أفقير كان قصة أخرى كاع. كان باغي بشكل عاجل دبابات ومعدات ثقيلة، وهذا الشيء كان كبر بزاف من أي احتياج دفاعي معروف عند المغرب. هذا الفرق الكبير هو اللي صون كاع أجراس الإنذار، وهو هذا السؤال اللي حير المسؤولين في واشنطن. راجل كيقود مفاوضات السلام وفي نفس الوقت كيطلب في السر سلاح يقد لحرب كاملة. اللغز كان كيزيد يتعقد كتر، والجواب كان قريب يكون صادم. وفجأة في لحظة درامية واحدة كل شي بان، كاع الأدلة الغامضة والأسئلة اللي كتحير لقات الجواب ديالها في واحد الحدث عنيف هز المغرب كامل. خليونا نشوفوا هذا الخط الزمني. في الربيع ديال 1972 بدأوا المفاوضات. نهار 15 يونيو توقعت الاتفاقية. في شهر يوليوز، شهر 7، المراسلات الأمريكية تزادوا بواحد الشكل جنوني، ومن بعد كانوا وصلوا لنهار 16 غشت، شهر 8. يا ترى شنو وقع في ذاك النهار؟ في ذاك النهار الطيارة ديال الملك حسن الثاني تعرضت لهجوم جوي مباشر. كانت محاولة اغتيال واضحة، الهدف منها هو قلب نظام الحكم في المغرب. باختصار كانت محاولة انقلاب عسكري. وهنا كانت الصدمة الكبيرة. الراجل اللي كان كيفاوض باسمية الملك على الحدود كان هو نيتو العقل المدبر للمؤامرة، اللي كانت باغة تقتل الملك باش يستولى على السلطة. من بعد ما الانقلاب اتكشف، كعدك الشيء اللي وقع قبل ولا عنده معنى آخر تماما. الكرم الغامض دا الجنرال ما بقاش غامض قاع، تصيد باللي كان غير جزء من خطه كبر بزاف. وحنا كتنكشف الخطة الحقيقية ديال أفقير. هاد المفاوضات عمرها ما كانت في الصالح ديال المغرب، كانت غير غطاء وتمثيلية باش يدير صفقة شخصية مع الجزائريين.
كان يبيع أرض بلاده مقابل أنه يكسب حليف محتمل للنظام ديالو الجديد من بعد ما يطيح الملك. هاد الجملة اللي مأخوذة من تحليل الوثائق كتلخص كل شيء. أفقير ما كانش كيغدر بسمية الملك ديالو، كان كيتصرف وكيفاوض بحال اللي هو رئيس الدولة المستقبلي، وبحال اللي متأكد 100% باللي الانقلاب ديالو غادي ينجح. وهنا كانوا وصلوا للحل ديال لغز السلاح الثقيل. الدبابات وهاد المعدات ما كانوش باش يدافعوا على حدود البلاد، لا، كانت باش يثبت بيها الحكم ديالو ويسيطر على أي فوضى كان متوقعها غادي توقع بعد الانقلاب. في الأخر القصة ديال الجنرال أفقير كتخلينا نتسالوا، إذا كانت صفقة ديال الحدود تقدر تخبي موراها مؤامرة انقلاب بهذا الحجم، يا ترى شحال من سر آخر باقي مخبي في الأرشيفات في العالم كامل كي يتسنى اللحظة اللي يبان فيها ويغير كاع الفهم ديالنا للتاريخ.